مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اخلي زوجي يصبغ ويقص شعري. كأم عاملة ما عندي اي وقت اروح للصالون الصراحة، وياخذ وقته هواية بس اروح لاي مكان، فلهذا السبب اخلي زوجي يصبغ لي ويقص شعري هواية اسهل. وهم انا احب انه هاي ايديا فاذا تشوفون عندي هواية شعر ابيض شيب بشعري، صار لي تقريبا شهرين مو صابغة شعري، يعني اكو عندي هواية تقدرون تشوفوا كل مكان. Got a granny name and granny hair. شوفين دا يقول اسمي اسم عجوز وعندي شعر عجوز. فهذا اللي راح نسويه، راح يصبغ شعري ويقصه وراح اشوفكم النتيجة. What are you doing now? Nothing in the box. Okay. Now watch this. Shake it 3 times. What do you think's in the box? Nothing. Sean, stop. You're opening it on the other side. Hey, come on, stop. What do you think's in the box? Nothing. You don't want this, right? No. Oops. We're doing the full amount. Yeah. First, Sean دا يمزج صبغ الشعر. Yeah, you haven't done it in a while, so you'll need to cover a lot. Jesus, I just realized you like a granny. Shut up. دا يقول لي شكلي Got a مثل granny name. العجوزة. Got a granny name, so I guess it fits. وهذا المزيج هسه كلش ثخين، انه مثل الجلي. هذول كل الادوات اللي راح نستخدمهم. راح البس هذا حتى الصبغ ما يوقع علي. أحب من شخص يلعب بشعري، تنعسني وتريحني. أحس نفسي راح أنام هسه. هسه دا يسوي شعري من ورا. اعذروا الخبصة هناك. I look like what's her name from the Grinch? Lou? Cindy Lou. Sandy Lulu. لا تسمعون ابني. فهسه شلون خلص شعري، صبغ كل شعري الابيض شيب شعري. راح انتظر 40 دقيقة وبعدين اغسله، وبعد ما اغسل شعري راح يقص لي شعري، يمكن هالقد راح يقص من شعري. بس شكله غطى كل الشيب مالتي، كل شعري الابيض، فصبغه من ورا ومن قدام بس جذور الشعر، يعني هالقد تقريبا مو هواية. فبعد ما اغسل شعري راح اشوفكم شلون شكله، وبعد ما يقصه راح اسرح شعري وارطبه واشوفكم شلون شكله بعد النهائي. اوكي، فهسه غسلت شعري شلون راح يقص لي اياه. بعدين راح اخليه بس على الهواء واضبط شعري واشوف اذا يريد يقص شويه اكثر. جد قدامي دا يضحك. جد ابني. بس اريد اقص كل اطراف شعري لانه فعلا يحتاجون شويه قص. Let's do it the other way though. Okay. Oh yeah, you need that. شلون قاعد ارقع حتى يقص شعري. Okay, talk in Arabic. شلون كان دا يقص شعري؟ بفكر انه دا يصور كل هذا الوقت وما كان دا يصور. Show them how much he could. I did. Really right here, so that's why it looks shorter than this right here, because this is straight. اوكي، فدا يقول احد الاجزاء من شعري كورلي، فلهذا السبب انه شكلهم اقصر. بس بعد ما اسرح شعري واجففه راح يقصه ويعدله، فكله راح يكون مثل يعني مثل
طبقة مثل الطول. هذا اللي بدي احاول اقوله، فكله راح يصير مثل الطول بعدين، راح يعدله بعدين بعد ما اجفف شعري واسرحه. هاي هي قصة الشعر هسه. راح اجفف واسرح شعري بعدين اخليه شلون يعدله. فهسه راح ارحشهم حتى يعدل شعري ويقص شوية اكثر، لانه انا متأكدة راح يحتاج يقص شوية اكثر. I don't think you need to cut that much. عشان خلص قصة شعري ضبطها، يقول انه القصة زينة. شنو رأيكم انتو؟ قولوا لي رأيكم اذا حبيتوها. انه بس انه قصتي كلش بسيطة، ما اريد اي شيء، اي طبقات او اي شيء، بس احب اقص الاطراف مال شعري، وهو كلش زين بهذا الشيء. فقولوا لي شنو رأيكم بخبراته، اذا سوى، اذا قص شعري زين او لا. Are you cutting more? No, just some long pieces. Okay. بس عشان خلص قصة شعري، دا يقول انه شكله زين. قولوا لي شنو رأيكم؟ يعني فعلا خايفة. هو قص لي شعر من قبل كذا مرة وحبيت انه بس اقص اطراف شعري، ما اسوي اي شيء يعني مميز. بس قولوا لي شنو رأيكم؟ هاي القصة النهائية. فهذه النتيجة النهائية لشعري. يعني اعتقد هو غطى كل شيب شعري، كل الشعر الأبيض، شكله زين. القصة أعتقد زينة، ما أعرف ما أقدر أشوف شعري من ورا، بس رح أروح أشوفها بالمراية. بس أنا بس أريد أطراف شعري يقصها يعني. أعتقد شغله كان ممتاز. أثق فيه هواية أكيد حتى أخليه يسوي لي شعري، بس الصراحة ما عندي وقت، فهذا أسهل شيء إنه أخلي زوجي يضبط لي شعري، يعني يقصه ويصبغه. فعلى كل حال هذه نتيجة شعري. أتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو. شكرا هواية على مشاهدتكم، راح أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.